يا استاذ محمد خلاص بقى الله يهدي لك حاجه. اتفضلي. نيجي هنا مثلا في بعض المواقف ليها، فبتقول ايه؟ سؤال ظل بلا جواب لفترة طويلة، ولكنني أعلم الآن وبعد مرور سنوات أنها كانت الغيرة القاتلة. ربما تغفلت أنا عن هذا المعنى وقتها، أو ربما لم أكن أصدق. احتمال غرور الشباب في رعونتي وكبريائي وخجلي وقلة حيلتي، وكلها أسباب أني لا أفهم. وهو دي المشكلة. وبعد كده بتقول بقى: ويأتي المساء أذهب إليه في دنياي الأخرى في سفر يومي إلى مأوانا هناك، أعيش معه، أستمد منه القوة والقدرة، وأنهل من عذب منهله، وأرتوي وأحيا. فهنا ده اللي كانت بتحكيه، إنها كل ده هي ما كانتش فاهمة. هي كانت مشكلتها إنها مش قادرة تستوعب. هي حاسة إنه هرم، إنه حاجة كبيرة قوي، فيعني بس هو بيعملها بقسوة، فمش عارفة تقرب له إزاي. يعني خلينا نرجع نتقرب من بعض. طب خلينا نتكلم. الله، ده أنا كان كل الحاجات اللي بيعملها وأنا اللي مش فاهماها. فهي دي كانت هي المشكلة. لكن لما اتكلمت معاه بعد كده الموضوع اختلف. لما كان بيديها بعض الملاحظات: ايه الشياكه دي بالرغم انها لابسه لبس عادي او الوان غامقه، ده كانت بتتكلم في بني، فالبني مش الحاجه الملفته يعني، لكن هو عايز يقول لها حاجه، عايز يوصل لها رساله. فانا اعتقد ان هذه الروايه بهذا الشكل هي رساله منها له، لان في الوقت الذي كاشفها بحبه وراح على بعدها هي أحست بالندم، وبالتالي كتبت هذه الرواية، لأنها سردت ما حدث يعني أدانت نفسها، أدانت ذكائها، أنها لم تكن على وعي كافي بما يحدث منه. تو ليت، يعني في الوقت اللي اتكلموا فيه وابتدى يصارحها ويقول لها، واتفق فعلا معاها على الزواج. اتصلت بيه تاني يوم، أخوه اللي بيرد عليها وهو طبيب، قال لها انه مات. فكانت هي دي المشكله. فهنا كانت القسوه في هذه النهايه والندم على حب هي ما عاشتهوش، هي ما استمتعتش بيه، هي شافته لكن ما فهمتهوش، ما ترجمتهوش كويس. فرجع بعد فتره تبتدي الحسره، الندم، وتبتدي تكتب بقى، ولكنها في رسالة أشبه بالاعتذار لهذا الرجل، وعلى تفهمها المتأخر لما كان يقوم به من أجلها، واحترامه لها وحبه لها، وهي من أضاعت هذا الحب. فتمموت عليه. ففي نهايتها بقى الوصية بتاعتها بقى، فقالت كده: أكتب هنا وصيتي، اكتبوا فوق شاهد قبري هنا ترقد عاشقة الحبيب الغائب الراحل شهيدة عشقه، وإذا ما مت غسلوني بالياسمين واسم حبيبي يتردد، واتركوا لي سجادة صلاتي ودواوين شعري، وازرعوا ياسمينتي واسكروا لي. شكرا يا دكتور. شكرا. شكرا.